قعدتنا سمحة وناس هزينين، تلقى الفن والطرفة وكلام يسر الحاضرين. محلى قعدتنا، محلى قعدتنا. محلى قعدتنا بيكم يا مستمعين، بيكم يا مستمعين. أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، رحب بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم محلى قعدتنا. والقعدة ما تحلاش غير بكم ومعكم. اليوم قعدتنا بويرية، نتشرفوا كثير بناس البويرة اللي نبعث لهم بسلام وتحية خاصة من خلال هذه الجلسة باستديو إذاعة الجزائر من الوادي. اليوم في هذه القعدة راح يزينوها ضيوفنا، من بينهم الفنان والأستاذ الموسيقي رشيد لونيسي. مرحبا بك. الزول مرحبا سوانا الزول المرة يتمدين ذاك نواد السوف وكادني استعرفت قعدة محلى قعدتنا، محلى قعدتنا. وانا ريحت هنا ونسمع الجينيريك تاع الحصة العملاق شريف خدام. الله يخليك، شكرا. الله اكبر، روعة. شكرا لك. معنا ايضا الشاعر محمد نشاف. اهلا وسهلا بك سيدي. الزول في الله وانا الزول في اللم. شكرا لكم، بالفرح والسرور راني معكم اليوم ان شاء الله. الله يخليك، ان شاء الله تكون قاعده جميله، طبعا مزينه بكل انواع الموسيقى والعزف والكلمات الجميله والالحان طبعا وكل المشاعر الجميله في هذه القعده. إذا نبدأ معك سي رشيد لونيسي. رحب بك، أهلا وسهلا بك. طبعا فنان وأستاذ موسيقي، وقالوا لي أيضا معد برامج بإذاعة البويرة. من خلالك أكيد نبلغوا تحايانا لكل الزملاء والزميلات بإذاعة البويرة. كيفاش اسمه هذا البرنامج؟ بدوري ثاني نبلغ لهم السلام الحار لكل عمال إذاعة البويرة، على رأسهم سي منوشي. والحصة تاعي هي حصة شبابية. نعم. حصة نسميوها ما بين الأوتار، غير ينزيزن، يعني ما بين الأوتار. هي حصة تهتم بالشباب، المواهب، سواء كان في العزف المنفرد ولا في الصوت ولا في أي شيء. ما شاء الله، يعني موهبة موسيقية يعني تقريبا شبيهة بقعدتنا احنا. هكذا قاعدة ندير لهم، هكذا قاعدة. بصح الفرق الوحيد انه في الحصة هذيك انت اللي كنت يعني تستجوب في الضيوف، اليوم راك انت ضيف. صح. احنا نستجوب فيك. صح، اليوم تكون عندي تجربة. صح، بيان سور. وبارافون خدمت ثاني في القناة الثانية من قبل. ما شاء الله. خدمت في القناة الثانية، معنا خبرة إذاعية شوية يعني هكذا في الطرف. أنا الاختصاص تاعي راني في التربية، مانيش في الجو تاع هذا الإذاعي، بصح نخدمها كهواية، نقدروا نسموها كهواية. نعم. سجلت حصص مع أولاد بويرة، سجلت حصص مع حتى إلا تسمعوا به عبد الحميد مشعل، دكتور في الموسيقى. ما شاء الله. سجلت مع بنته ثاني. حصص يعني تهتم أكثر بالجانب التقني للموسيقى، من القواعد والمقامات نعم، شيء جميل جدا. طبعا نحن نحيوك ونحيو فيك هذه الموهبة. يعني وش هي الآلة المحببة ليك رشيد؟ يعني وش هي الآلة القريبة ليك في العزف مثلا؟ في العزف نشتي الجيتارة، واللي هي راهي موجودة معنا بيان سور، راهي ضيفة اليوم أيضا. رحبوا بها. نشتي السانتي وهي ثاني ترحب بكم. ما سمعناش كيفاش تسمعوا حاجة مليحة. رحب بينا عن طريق الجيتارة. بيان سور. نعم. بيان سور. يلا باش نسمعوا تحية على الجيتارة. يا الزول فلاون فلون الزول سوماثا، نوسدر غرونا ونشبح الحصة. يا الزول فلاون فلون الزول سوماثا، نوسدر غرونا ونشبح ثمغرا. من غتصوض من يفوذني سوا، ينث السر مما تمليل مثس لهنا.
من غتصوض من يفوذاني سوا اين تسر مما تمليل متسلهنا ملألن ولاون شبحتني الحارة يلحني قفاسني وذ مازال عقوبة هزو الفلاون فلاون هزو السوماتا نوسى دار غرولنا ونشبح النوفا يعني هزو الفلاون جينا باش نسقموا لكم الحصه ونشبحوها ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك الصحه. تحيه للجيتار وتحيه لرشيد ايضا على هات يعني الاطلاله الجميله الموسيقيه. إذا يعني رشيد أكيد عندك مشوار فني طويل، يعني كيفاش كانت بداية رشيد في عالم الموسيقى؟ بدات كيما بديت بالحصة هذه اللي راني نخدمها درك. نعم. بديت بها في 90 91 في القناة الثانية حصة مجاهد حميد. هي كشغل ألحان وشباب في الوقت هذاك، ما كاش ألحان وشباب. شاركت فيها وكانت الانطلاقة والحمد لله، يعني تسمى كما يقولوا لقيت واش حبيت. تخصصت، كنت نقري عربيه، يعني نكذبش عليك ما لقيتش روحي بريباراسيون بزاف وذيك وذيك وذيك. من بعد جات كي شغل ستون شانس جات في حياتي. كان كونكور تاع الموسيقى، باسكو ما كاش بزاف الاساتذه تاع الموسيقى في الجزائر، كان غير لا برومو تاع 86 من بعد حبسوا. في 91 زون روبروني جيتي شانسيو بارمي هذوك اللي جوزوا الحمد لله. يعني نخدم في خدمه ما نعيش فيها. نعم. حس طبعا هي الموهبه هي اللي تلح عليك انك تبدع وتجتهد. طبعا هي في بارتي دو مون في بروفيسيونيل اسمها. هذيك هي الخدمه نتاعي، لاباي تاعي. هذيك في الدومين تاعك، يعني الدومين تاعي. نعم. ما تحسش بالتعب كي تحبي حاجه اللي تخدمي اللي تحبيها، دونك تكون نعم. شيء جميل جدا. نروح لشاعرنا محمد نشاف اللي راهو موجود معنا اليوم ايضا. الزنفلاون، ومرحبا بك خويا طبعا بيناتنا في هذه القعده. وايضا نحبوا ايضا نسمعوا تحيه ليك عن طريقتك، يعني طريقتك الفنيه. السلام عليكم. الزنفلاون اذا الطريقه الفنيه الشعر كموهبه ذكر، ولكن ليس مهنه بالنسبه لي. انا كنت موظف في الاداره. نعم. دونك تحيه تاعي نقول لكم الزنفلاون مره السواس من زو سكواس يناير تمغرا ذوك مزرو يبوي دايلاس فافا غير جدي يزرا ولا ذنك فلاس دا عساس. راح نسمعوه بالكامل بعد ان شاء الله. يناير على كل حال، انا نهضر على يناير انا. نعم يا سيدي، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. يعطيك الصحه. شكرا لك. وايضا يعني احكي لنا يعني عن الشعر، كيفاش بديت الشعر، كيفاش بديت تكتب، يعني وش هي الاوقات ربما اللي تحب تكتب فيها ايضا. نعم. نقول ممكن مانيش واحد اللي يحوس يكتب فقط. انا نقعد الطابله هكذا لازم نكتب، يجيني هذاك واش نكتب عاده يجيني واش نكتب. ما نقعدش الطابله نقول اليوم نكتب الشعر، لازم هذاك الشعر يجي ويعني واش كتبت كاع. دونك بديت في الصغر بالك ممكن 17 18 سنه. نعم ما شاء الله. نشتي نزنزن هكذا نغني الى يومنا هذا، ولو رانا مشينا تفرطنا هكذا شويه ما معليش. لا مازال لا بس الحمد لله. نعم. دونك انا تاثرت بالشاعر الكبير القبائلي سي محمد، ممكن تعرفوه. نعم. اسمه بودلار القبائلي. نعم. هكذا. دونك تاثرنا. هو معروف بالستيل تاعو يكتب الشعر يسميه باللغه الفرنسيه لو ا بي. السرو لو بويم، احنا السرو استقباليث. نعم. لو ا بي يعني على 3 سطور. اذا ا بي يدير قافيه قافيه ثم تبدل القافيه، ومن بعد قافيه قافيه تبدل القافيه 3 مرات. دونك تاثرت بالشعر سي محمد، كنت نحفظ بالك. كان ابيات شعريه تاع سي محمد اللي حفظتهم 68 بلا ما ريفيزيهم، راهم لاصقين في راسي الى يومنا هذا. دونك هذا تبعنا هذاك الطريق هذا. كتبت بزاف بهذا النموذج تاع سي محمد بعد، ولكن كنت نكتب فضل الفرق لوحدي، حتى العائله ما على بالهمش في هذا. واحد نحكي لك بتيت انيكدوت كيما يقولوا. واحد النهار شافني واحد في التلفزيون عيط لي، انا كنت في بوله وعيط لي متيزيوزو، قال لي شفت واحد واقيلا انت تيرمون ما على بالهمش صح. دونك بديت تخد الى اول مره مع الجمعيات لي زاسوسياسيون كولتورال ايتترا دوبي 2004.
وانا كنت نكتب في لي زاني 70 كنت نخنش هكذا دي بتي بويم. ومن هذاك النهار راني مع هكذا في لي راديو، مثلا راديو الصمام، لا راديو بويره، لا شين دو ما عطيتش فرصه باش سينو راني مع حاليا راني مع الثقافه تاع بويره، دونك راني نشطو هكذا. نعم. سينو عندي لي زاسوسياسيون، كل ما تكون هكذا عندنا قبوه، عندنا في تيزي وزو، عندنا جمعيات يعني. جمعيات نعم. نحضروا معهم نشاركوا، ولكن نقول ما نقولش مهنه نقول. نعم. وش الشعر اللي يميل ليه سي محمد؟ يعني اكيد كل شاعر ربما يكتب يعني في عديد المواضيع، لكن ربما كاين لون معين يميل ليه، انت وش اللون اللي تميل ليه؟ انا اقول كتب في جميع مواضيع هكذا، سوسيتي يعني كما نقولوا ثيمتي، اجتماعيات. انا كتبت تاثرت بزاف بهم، يعني وقائع جينيرالمون، انا نكتب على حاجه واقعيه. نعم. عندي مثلا في صغري كتبت ثيري الحب، كتبت كديبتي بويم هكذا. وعندي مع الاخر هذا عندي بعض ابيات ممكن نقول مضحكه، ولكن مثلا نعطيك مثال، كتبت ممكن سمعتوا به قلواش تاع بويره، قلواش كيفاش يسموه بتيس بالعربيه. التيس ظهر واحد قلواش في بويره قال لك يحلب، عنده حليب، وحنا الحليب معروف عند المعزه صح هكذا. ولكن هذا الحيوان حكاوا عليه والناس طمعت باللي يداويو حليل على كل حال. انا ما كتبتهاش كقصيده مضحكه، كتبها كيما نقولوا باللغه الفرنسيه ستان كونستا، صار حاجه. وما كتبش نهار كان هذا، ممكن هو كان ينشط في الفيل ولا 99 هكذا. وانا هذيك النفحه هذيك جاتني في 2007 وكتبت. الى ممكن الى فيها الوقت ممكن نسمعوها ان شاء الله. ان شاء الله. دونك هذه هو المواضيع تاعي، عندي ثيمتي لا سوسيتي. دونك كاين امور، مثلا نعطيك مثال، كتبت واحد قصيده، كتبت يروال الكلم غير صالح، مثلا اللي يفرق بين الناس صح هكذا. مثلا يحكوك عليه يقول لك هذاك السيد هذا ماشي مليح ولا، ولكن غير حبرك يفرق بين الناس. ممكن كلمه تفرق عائله، ممكن تفرق دشره، ممكن صح. نعم. دونك هذا صح. من المواضيع. نسمعوا حاجه طبعا من اشعارك سي محمد. نسمعوا تفضل. دونك في البدايه نجيب لكم قصيده كتبتها حول يناير، كما التحيه تاعي بكلمه صغيره. نعم. يناير، اذا نقول لكم على يناير الفات، وان شاء الله اليناير الجاي يلقانا بصحه ولا ان شاء الله يا ربي. اذا في يناير كل عادة يعني ما تختلفش بزاف بين المدينه وبين دروك حاليا راه يحتفلوا به بالجزائر بالبزاف. نعم. يناير في يناير يقولوا كاين اللي يبدل العشاء، كاين هكذا فيه عادات، كاين اللي يحفوا الذراري، كاين هذا هو عادات تاع يناير. نعم. اذا نسمعوا لنا نفرح يزيد يناير امولي غدي جاو مزيغ تسام داك ناثن مقار نك فرحة غيد ونليغ يا السقاسة ثد نفكار أكانيكي ونتمنى الزول في اللون مرة، الزول في اللون مرة نسواس ومن زو سقاس يناير السمغران ذوق مزروي يبوي دايلاس بابا غير جدي زران ولا ذنك في اللاس ذا عساس ونتسو العوايذنا ونتسو أنسين النغ يناير نبدلي منسين الاسفنج في غريفين غورنا ذوق بوقالو ذي يفسين سكسو سوكسو مجارنا استزمرت نزيدي وضوسين أثاني يسدي يناير، أثاني يسدي يناير يراد يجلس الخيريس أذفل يساغ في ذرار يفرح في اللاح ذميس يزرى ما يزرى ذي ميار ورداس يسروح العتابيس الزولياكو يمزيغن، الزولياكو يمزيغن ذي رباط غمارنا الدنيث يناير يغدي زدوكلان نزها السان تواليث ارنو ثقمة يراون فودغاون لهنا تلويث تنمية. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. سقاس ونقاس. اذا ما زلنا نتواصل معكم مستمعينا في كل مكان في هذه الجلسه وفي هذه القعده البويريه طبعا اللي زينها كل من سي رشيد لونيسي وايضا سي محمد نشاف. اذا نعود نرجع لك رشيد، يعني بالنسبه ايضا لك انت كطبوع وكالوان غنائيه وش تفضل؟
أفضل كل ما هو جميل وراقي. باختصار يعني. والله باختصار. ولا بوركوا باسكو أكيد ما لازمش نحكموا على حاجة من كيما نقولوا من المظهر تاعها، نقول لا الراي ماشي مليح، لا الراي مليح، نكون نرجعوا للاصل تاع الراي ولا مليح. الشعبي كيف القبيلي كيف اي حاجه اكيد كل ما هو جميل وراقي كما قلت. فوالا تكون حاجه نظيفه نقيه، وهذا ما كان. صح. ما عنديش هذيك تاع الحدود لازم نكتب برك بالقبيليه وديك دي فوا عندي هكذا محاولات ثاني نكتب بالعربيه، نعالج ثاني مواضيع شويه حساسه. عالجت واحد الموضوع عندها بزاف في 97 ولا 98. كاين شويه طابوها تاع كيما القبايلي ما يمدش بنته العربي ولو كونترير ثاني. يعني عالجت هذا الموضوع. صح. كي شغل درت قصه غراميه تصورت يعني في التلفازه مع حصه ابتسامه في هذاك الوقت، داروا لها كليب هايل. نعم. كي شغل وحده حبت قبايلي زعما هو كيما نقولوا حنا يتقلش شويه، يقول لها الا حبيتي نديك لازم هم العادات هم لازم تقبليهم كاع. نعم. تقول لي غير انت اللي تهواني، طعم الحب عرفته معاك، البلاد قبيل الديني انت يا ولد جرجر نهواك. انا نقول لها بصح بشروط لازم نسمعوها هذه والله غير ولا نسيتها؟ لا ما نسيتهاش. ستيل راي نسمع لكم شويه برك منها. تفضل. ما تصلحش هكذا بالجيتار الكلاسيك. نعم. غير انت اللي تهواني، طعم الحب عرفته معاك، البلاد قبيل هذه هي اللي تقولها. البلاد قبيل الديني تاي ولد جرجر نهوك، غير انت اللي تهواني، طعم الحب عرفته معاك، البلاد قبيل الديني تاي ولد جرجر نهوك، ولذنك كامي غامي كان ذي لما ناراث زدغض، قولي ومفنو غاخام ذي ستفضيت الصرمو، ولذنك كامي غامي كان ذي لما ناراث زدغض، قولي ومفنو غاخام ذي ستفضيت الصرمو إلى آخر الأغنية. نعم، يعطيك الصحة، شكرا لك. يعني في جانب الموسيقى أكيد معناها بما أنه هذه موهبة عندك وهواية يعني وراك تمارس فيها وتعلم فيها، أكيد تحب يعني راك تتبع كل تطوراتها وتحب تبدع فيها أيضا، يعني يواكب رشيد كل تطورات جديد الموسيقى. من الجانب كما نشوفوا درك الموسيقى الاعلام الالي كما نقول الاعلام الالي كشغل يولي ستيلو هذا اللي نكتبوه بالك يجي الوقت شنو نشوفوا حاجه ديمودي بزاف. صح. صح ولا لا مع التطور التكنولوجي. حتى الموسيقى كيف نعم. نفس الشيء. في راكم في الاذاعه على بالكم مام لي لوجيسيال ذيك كلش درك ما بقاتش هذيك نستنى غير نتعلم الجيتارة. درك تخدم السانتي كي شغل راك تعلمت كل الآلات الموسيقية الموجودة في العالم. صح. أي آلة إن شاء الله نجيبوا هذيك الآلات القدم لا سيطار هذوك تاع الفراعنة، السوفي نجيبوا الصون تاعها ان ايشونتيون ندخلوه في الكوباز نقولوا نلعبوا به لو بلو نورمال دو موند. دونك انا جاب لي ربي راني شويه مع الوقت. نعم. اسمع اي واحد يقدر يتعلم الموسيقى يعني بكل سهوله في وقتنا الحالي مع التطور التكنولوجي. لا ماشي قضيه بكل سهوله. درك باش تلعبي رانا نشوفوا بالسانتيتيزور تلعبي الناي كما نقولوا حنايا جواقس قبيلي نلعبوا الناي. بصح باش تلعبي الناي بالسانتي صحيح لازم تكون عندك فكره كيفاش يتعزف في الاصل. صح. خاطرش لي توش تاع البيانو ماشي كيف كيما كيفيه كل الالات. تلعبي ارباج تلعبي هكذايا مثلا كي يكون انسترومون اكوستيك هكذايا تاع الصح قدامك هذا ارباج بالاصابع، بصح كي تلعبيه بالبيانو سي با لا ميم شوز. دونك لازم تكون عندك فكره صح. تقدري تستعملي الميكرو لي لوجيسيال مي كي ما تكونش عندك لا باز امبوسيبل. سينو تلعبي الناي كيش لعبتي يعود. نعم. تخرج. يعني في عالم الموسيقى يقولوا بلي الكمانجا هي من أصعب الآلات الموسيقية. لا كاين زوج حوايج. أصعب آلة موسيقية وشكون الآلة الموسيقية اللي مليحة. هذو في زوج أنا ما كانش في القاموس ما كانش عندك. الآلة الموسيقية ما يقولوا مثلا القصبة، حنا نقروا درك السنوات الرابعة راني في التربية نقروا السنوات الرابعة نقولوا كي شغل آلة القصبة هي آلة حزينة تمتاز. ما هيش آلة حزينة،
بصح كي نعزف على مقام حجاز ولا مقام صابا ولا مقام نكريز ولا سي نورمال يولي. دونك الآلة هذه درك قدرت تبكي، قدرت نشطحوا بها، قدروا ندير تو ديبون كيفية العزف. وهذيك تاع شكون الآلة اللي مليحة، ما كاش آلة اللي مليحة، الآلة كاع ملاح. كل آلة عندها الشعر نتاعها. واش كنا نهضروا مع شيخ قبيله تكون لا صونو مليحه. مليح كي تكون لا صونو مليحه، بصح كي ما يكونوش اليدين ساسيرا كوا يكون تكون لا صونو مليحه، ما يعرفش وين يدير لي في، وين يدير ليكو، وين يدير هذاك. دونك اكزاكتومون تقنيات زخارف كما نسموهم. اكيد. يعني هذا كل داخل في عالم الموسيقى، هذا العالم الكبير أيضا اللي ربما يبحر فيه خاصة يعني الفنان ولا اللي يهوى هذا العالم اللي هو الموسيقى. وكما قلت معناها مش أي واحد يقدر يدخل هذا العالم إلا إذا كان عنده يعني حب للشيء هذا باش يقدر يواصل. نعم. وكما قلت أيضا ربما ما كاش مصطلح اسمه أصعب آلة ولا أحسن آلة، تبقى على إرادة الشخص وموهبته. ممكن درك نعطيك الجيتارة تريحي فيها عام باش تتعلمي لي زاكور، لو كنت تحبيها بالك تريحي فيها سمانه. صح. سمانه ترجعي تعزفي البيانو، تو ديبون الرغبه تاعك. نعاود نرجع لك سي محمد نشاف، نحبوا ايضا نسمعوا واحده من قصايدك يعني الجميله اللي راهي حاضره معنا. ويعني قبل ذلك يعني انت تعتمد يعني الامازيغيه في كتابه كل قصايدك ولا عندك ايضا قصايد بالعربيه؟ ما عنديش، عندي محاوله واحده النهار كنت نحكيها للشيخ. نعم. شغل كيما نقولوا جيرون دي سيرفيس كالكان، وهذاك ما نعرفوش. هذاك جات في اطار عامل كان عندها مشكل، وواحد عطى لها النيميرو تاعي قال عيطي لمسيو الشيف يعاونك باه تفري المشكل. صح. الى يومنا ما نعرفهاش الطفله هذه دون كادر تاع لونساج لونجام. انا كنت موظف في التكوين المهني. دونك عيطت لي قلت جبتي النيميرو، قالت لي فلان عطاني النيميرو تاعك، قال لي عيطي مسيو الشيف يعاونك. معليش لا باس. في الحقيقه حاولت كيفاش وفريت لها مشكل. دات لاتيساسيون تاعها، نجحت. واحد النهار دارت معرض عيطت لي باش تعرضني، كان نشر، قالت لي روح تشرفنا. قلت لها ما قدرتش، كان عندي مشاكل خدمه ما قدرتش نروح في الاسبوع هذاك. يبقى هذيك الدعوه هذيك رمت علي، كتبت مورسو هكذا، حكيت له الشيخ وين نقول فيها شكرا على دعوتكم وانا يا فرحان بكم، انتم ما نسيتوش الحباب، الله يكون معاكم، خير وبركه فيكم، سمحوا لي عن العياب، ولو مانيش معاكم انا قلبي هواكم، معرضكم زين وشباب. يعطيك الصحة. معناها أول محاولة يعني أبدعت يعني أنا نقول لك تقدر تواصل يعني حتى في هذا المجال يعني. يعطيك الصحة. مشاركاتك يعني وين كانت سي محمد؟ مشاركة على كما قلت قلت على مستوى الجمعيات. شاركت يعني في تظاهرات، في مناسبات؟ كان عندي مشاركة في الثقافة العربية مع مدير الثقافة تاع بويرة. نعم. 2007. سينو هذا هو ما جمعيات. مثلا نعطيك الجمعيات اللي نشطوا بزاف، كان بلا سون بوبليسيتي، بلا كان في عقبو، كان تيزي وزو، كان السمع في بجايه، كان لي راديو، درت راديو صمام مع كانفيتي كما رانا اليوم. دات لا راديو بويرة بلك 3 مرات ولا 4 مرات. سينو راني في نعم. احتكاكك بالشعراء يعني ربما على مستوى التراب الوطني ولا ايضا يعني شعراء مثلا تعرفت عليهم انت، هل في احتكاكات بيناتكم؟ كاين الناس اللي نتلاقى مع خاطر الجمعيات هذو كل واحد من يجي، كاع ممكن يجي من الولايات اخرين. كاين الناس اللي يجوا مثلا نروحوا للسمع في بجايه، يجوا من الجزائر، يجوا من تيسمسيت، يجوا. نعم. حتى الواد ايضا هي معروفه بالشعر والشعراء، ان شاء الله تكون لك فرصه انك تتلاقى بهم وتديروا لنا يعني حتى يعني فيه مزج لما لا يعني ابداع من نوع اخر بين الشعر مثلا الصوفي والشعر الامازيغي. ان كوكتيل فوالا. نعم. ممكن ان شاء الله يكتب الوقت ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. نعاودوا نسمع ايضا واحده من قصائدك الشعريه. انا تحت في وراح ترجمها لنا طبعا ورقه. دونك قبل ما نقراها تحت في ورقه هكذا، حبيت نقراها هذه صدفه. نعم. هذه نورمالمون تقراها بلسان امراه. انا كتبتها شغل على لسان امراه. على لسانها. هذه تحكي وين تحكي بدون شك طفله كي يخطبوها تفرح، وليها يفرحوا اكيد. دونك راهي تقول واش تبين الفرحه نتاعها بهذا الشعر. نعم. دونك نورمالمون شغل نحيت لها بلاصه،
هضرت في مكان الطفل. مليحه ساعات الفتاه ما تقدرش تعبر عن شيء اللي داخلها، بس الشاعر يقدر يتصور هذيك المشاعر. راني قلت واش راح تقول ان شاء الله يا ربي. نعم. بسم الله. الفرح انتو خضيف فرح المخطوبه، فرحني مولان السواسي يرجي غلسنين، ذا المكتوبي ودي ذلان ذا قوري ودي فلالين، يجباد الباز ذي جنوان يختاري يرثق شيشين، يختاري يرثق شيشين يذس الشركي غدونيث، أخامة بنو ذي سين أن مقار لهنا ثلويث، يربريد أرثن تسيسين غار الفرح أقتفغ ثرقيث، غار الفرح أقتفغ ثرقيث سوذ مخلاق مقل، ندد وبريد نتجديث نيا النغور ثقلقل، السرثون دريان سرميث السول زدقنا نحمل، السول زدقنا نحمل ثرواذ الوالدين مرة، الفرح يلسن ذي يكمل سيسان تشبح الحرام، نحمد ربي غفن تسيل ان شاء الله هو يتسجارة، نحمد ربي غفن تسيل ان شاء الله هو يتسجارة. نعم الحمد لله، وان شاء الله يا ربي ما تتحرم حتى فتاة من هذه الفرحة. اكيد مفهومة طبعا، ما تحتاج الى ترجمة. ان شاء الله يا ربي ما يحرم حتى فتاة من فرحة الخطوبة وفرحة الزواج ان شاء الله. اللي مخطوبة مبروك عليها، الاخر ان شاء الله العقوبة ليه ان شاء الله. نعم شكرا لك سي محمد. نعاود نرجع لرشيد طبعا اللي كان دائما يرافق سي محمد يعني بهذه الدندنات الموسيقية الجميلة. مليح يعني مليحة على الكيف. إذا رشيد أيضا معناها أنت راك تعلم كما قلت يعني في الأولاد في المدرسة تعلمهم في الموسيقى، فنيات الموسيقى طبعا، وهذا العلم يعني نقدر نسموها التربية الموسيقية، تربية موسيقية طبعا. جدو هكذا كيما كيعيطوا لي يقولوا هاو جا الشيخ تاع الموسيقى نقولوا ناقص 5، علاه نقولوا تربية موسيقية. أما أنا زايد 5 أنا قلت التربية الموسيقية. عندك زائد 5 في تقويم المستمع. شكرا لك. يعني احكينا على هذا الجو ايضا، يعني كيفاش توصل المعلومه للتلميذ، كيفاش يتفاعل معك التلميذ، كيفاش تخليه يحب هذا يعني الفن وهذا العلم اللي هو علم الموسيقى، وانه ما يملش طبعا. ما يملش صح، يمل كاين لو كان نتبعوا كما اكاديميا نقري الموسيقى عريف متى ولد متى توفي السولفاج، سورتو دراري شحال واش يكرهوا السولفاج. نعم يكرهوا السولفاج. مي لو كان تمديهم طريقه ماشي بالعقاب، تمدي لهم طريقه كما انا نقول لهم المدرج الموسيقى ماشي بالسيف عليك، لازم تريح الكراس وتراجع وذيك خذ يدك. المدرج الموسيقى فيه 5 خطوط هاهم لك، يدك فيه 5، 4 فراغات هاهم لك، احفظ مكان وجود نغمات غي فا لا دو، احفظ مثلا دو مي سول سي، راك في الطريق راك في الحافله وين تروح تراجع. اون بليس انا نمد جزء كبير تاع حصه التربيه الموسيقيه للغناء، باسكو الطفل كي تقول له برك الموسيقى واش يجي في باله؟ لازم يغني. كي يكون توت لا سومان سو بريسيون، رياضيات فيزياء حسابات، دونك يجي الموسيقى لازم بالسيف عليك، لازم كاينه كل استاذ كيفاش يتعامل، يعني اسلوبه انه كيفاش يتعامل صح. يعني تكتشفوا مواهب هكذا ما بين الابناء، يعني التلاميذ اللي راهم يتمدرسوا عندكم، هل يعني تكتشفوا انه فيه مواهب مثلا يتميز بها تلميذ هذه الموهبه يعني ما يتميزش بها تلميذ واحد اخر؟ بيان سور كان في، ومن المفروض ماشي غير استاذ التربيه الموسيقيه ولا كي تكون موهبه يعني في الأسرة عادة في الأسرة، وعادة اللي عنده موهبة تاع الصح توجور يحوس يفهم كما نقول حنا بالعامية، يحوس يبرز، يحوس يوري واش يقدر. بيان سور حنا نوجهوه قدر المستطاع في السيما، واش تقدري نوجهوه كما الحمد لله جازوا عندي العام اللي فات كاين تلاميذ توعي في المدرسة جازوا عندي في لا راديو، مالغري كو ستون ايميسيون هكذا سمعوا رواحهم عندهم هما جاتهم حاجه كبيره بزاف كي شغل اول كيما انايا نشفى، انا كنت نقرا في الليسي كي جوز في لا راديو كي شغل سيت ان ايفينمون كي شغل حاجه حدث يعني حدث تاع الصح، حدث تاع الصح هكذا كيف اكيد. نعم نعاودوا نسمعوا ايضا، نسمعوا اللي حبيت نسمعوا وحده درتها سيتا نوماج. رحت شاركت في واحد المهرجان تاع
المهرجان الجهوي للفنان علي معاشي كي كانوا يديروا في تيارت. نعم. درت ان بتي اوماج هكذا ان شاء الله يكون مليح فيه عربيه قبيليه باش ما نكونوش نعم تفضل. وردة بيضة بيضة عمق السلام جاية في الجزائر وقفة طلبوا سلام يا ناس. وردة بيضة بيضة عمق السلام جاية في الجزائر وقفة طلبوا سلام يا ناس. ورنبغى القرة نبغى نعيش زكا افوس دكفوس مرة امشو مسنق ثيلاس. ورنبغى القرة نبغى نعيش زكا افوس دكفوس مرة امشو مسنق ثيلاس. سقسو التاريخ يهضر علي معاشي يتكلم عاش وما تفحل العدو ما يتألم. سقسو التاريخ يهضر علي معاشي يتكلم عاش وما تفحل العدو ما يتألم. هاوذ يفغان الشر ولث تدوم الشدة تزاير ثبت ثكر إن شاء الله وتغلر. بلادنا تبقى وقفة إن شاء الله الهم يكفى إن شاء الله الهم يكفى إن شاء الله الهم يكفى. بلادنا تبقى وقفة إن شاء الله الهم يكفى إن شاء الله الهم يكفى إن شاء الله الهم يكفى. وردة بيضة بيضة عمق السلام جاية في الجزائر وقفة طلبوا سلام يا ناس. يعطيك الصحة ما شاء الله على هذا الإحساس يعني جميل جدا في هذا الجلسة يعني اللي رانا سعداء كثير يعني بحضوركم بحضورك رشيد وبحضور أيضا الفنان وشاعر محمد نشاف. يعني أنا مانيش حابة نكمل الجلسة حقيقة لكن الوقت ديما يداهمنا وبرامجنا كلها يعني عندها وقت معين. نعم نعاود نرجع لك راح توجد لنا يعني أغنية واحدة أخرى رشيد في الوقت اللي راني نرجع للشاعر محمد نشاف اللي هو أيضا راح يوجد لنا قصيدة من القصائد الجميلة باش نختموا بها هذا اللقاء. ربما واش تتمنى سي محمد يعني خاصة في الجانب الشعري؟ نتمنى ازدهار في البلاد وباش حاليا من ولاية إلى ولاية هذا يعتبر من ازدهار. ما كناش أنا لمرة ثانية نجي لواد سوف لو ما كانش هذه الفرصة ممكن ما نجيش. ما نعرفش بزاف لواد سوف. جيت في إطار رحلة دراسية في 78 و 79 من هذاك النهار حتى اليوم. دونك هذه الأمور إن شاء الله يزدهروا بالبزاف. بدلت ياسر من الوقت لهذاك الوقت هذا طبعا. ولو عقبنا فقط فتنا هنا في الأوتيل دي سوف شافي وشفناها اليوم كان عندي فرصة شوت. ولكن ما بطيناش باه نشوف بزاف. على بالي تغيرت مدينة واد سوبل بزاف بعيد هكذا بينها. ولكن لو ما كانش هذا التبادل الثقافي هذا ممكن راني في بويره نحبس في بويره ولا يعني التبادل الثقافي توفر فرصه كبيره يعني الفنانين والشعراء انهم يتلاقوا مع بعضهم ويتعرفوا يعني افتتاح حتى بالجمعيات ما كانش هذا الامور واحد الوقت. يوم الحمد لله في برستون شاك ولايه لي راديو حاليا راهي 48 ولايه بلونتين تاعها. سي ان بليزير ونطلبوا ازدهار اكثر للجزائر ان شاء الله. ربي يوفقك ايضا سي محمد يعني في هذا المشوار مشوارك مع الشعر طبعا وقصايدك اللي تكتبها. اذا واش راح تسمعنا في الاخير يعني قصيده تهدير كل المستمعين والمستمعات. دونك تكلمنا قبيله على المواضيع. قريت موضوع تاع يناير. قريت موضوع ثيري تاع المخطوبة. دروك نولي الموضوع أنا شخصيا ما أعتبروش كمضحك ولكن الناس رجوه مضحك.
قضيه هذه قصيده تاع القلواش هذا. نعم. تيس هي اسمه وهي كاينه منها صح. كاينه صح. أها. من في يعني هي كسبوا واحد معجزه، يعني نقدر نقولوا هي ايه من ايات الله سبحانه وتعالى. ولكن درك انا كي كتبت القصيده ما كتبش باش نضحك، حتى في الاخر الكلمه قلت نضرب السماح الناس اللي ذكرتهم في القصيده باسكو ما كنتش نضحك. الناس اللي سمعوها اللي رجعوا باسكو واحد الوقت مولف نقصر نقول ممكن نقول قصيده قلواش، قصيده قلواش، ولا نسميها دكتور قلواش. دونك هذا القلواش كان يحلب. دونك الناس يقولوا بالقبيليه ولا بالعربيه يقولوا واحد اللي داه الواد، ماشي واد سوفا، الواد تاع الماء. واحد اللي داه الواد يشد في السدره يقول حرير. واحد كي يكون مريض يحاول كل صح حليل. دونك هنا هذا هو المقصود تاعي في القصيده. ولكن الناس فهموها مضحكه ولكن ما فيش الضحك. انا حكيت واش صار. اذا اليكم القصيده، تفضل نهديها لكم للجميع والمستمعين. نعم شكرا. تقصد أقلواش النان إنو الفد أقلواش وين تزقنا يفكي يا الناس ساكين ولاش يا الهلاك التي تذاوي اذغى هملا داك العراش كل واد الهلاك ديوي اطفن دبريد غار سماش الفجار يدبدان تكليم اكرا يسد سي الحراش وياضو سنسي ميشلي غاس ما بضند مقبل 12 ذي نظر جنا حولي أحولي مازال يعيا أطاس يخدم يظلي بابي سكي غدينا نكوني ندادي البغي نصبر 3 مرة نكوني ذدوين سنادي الدوا ذيني سهلا ثقيثو يفك ذوك فنجال ميثي سواوني هلكان لهلاكي سورث مازال ماذوين مكوني فدن السواسيس هذا يتسزل ثم شهوتي وثكفان يلي يون يوفى البغيس ذذ بخام يستنفع ذوق قلواش يتشغر وميس أموضين إنوذا في الشفا معذور يجرب الزهريس أو الذب يغدي تقسط تسخيلواث سورفتين وما وين مهدى الغرثيط يبغى يسدي ولين نبغى كان نض شويط ثيثاذي ونوار ثلين. إذن قلت في الأخير قلت اللي ذكرتكم في القصيدة سمحوا لي من فضلكم اللي تعمى من عينه هو ما به يشوف بها حبينا برك نضحكوا أحليل عليكم. نعم شكرا جزيلا لك محمد على هذه القصائد طبعا الجميلة، وأكيد ما زال لك كثير يعني من القصائد إن شاء الله نسمعوها في أوقات واحدة أخرى بحول الله. أتمنى لك توفيق. نعود نرجع لك رشيد، يعني وش تقول أنت أيضا في الأخير، يعني وش تتمنى طموحاتك طبعا الفنية؟ الأمنية تاعي درك نتمنى كاع اللي راهم يسمعوا الحصة قاعدة محلى قعدتنا يروحوا لجوجل موتور دو ريشيرش يديروا رشيد الونيسي باش يشوفوا كاع لي شونسون تاعي. ان شاء الله يا ربي. هذا ما كان يديروا برك رشيد الونيسي يديهم اليوتيوب ولا ماشي. هذا هي الأمنية تاعي. وطموحاتك من بعد المستقبلية وش يطمح رشيد؟ الصحة ولهنا ان شاء الله يا رب. لهنا برك ان شاء الله. أغنية نعطي لكم أغنية أندلت هذه اللي طلعوا على اليوتيوب يشوفوا شحال نالت شهرة، يعني لاباس مام سيدي في السوق وتباع بها. ألور نسمعها لكم ونهديها لكم لكاع مستمعي واد السوف. جو بونس بالك كاين قبايل باسكو في لوطيل سبنا قبايل كاين اكيد دونك مهديه يعني الجزائر الحمد لله يعني تلقى صحراوي تلقاه في الشمال، تلقى ناس شمال في الوادي، يعني الحمد لله. ومام لا راديو مسموعه جاب لي ربي في النت ولا لا؟ اكيد مسموعه في عندنا موقع طبعا الكتروني في شبكه الانترنت، وايضا يعني عبر الساتل وكل يعني في كل مكان نقدروا نسمعوا اذاعه الجزائر. لكل هؤلاء اغنيه اندلت يعني والله راني نبحث عليها. شكون هي؟ لقيتها ولا مازال؟ علامه الاستواء. ان شاء الله تلقاها. انذلت ثين قصدان ولي يوضف كناس عدمني ثمزيوان انذلت ثين قصدان ولي
يويض في كناس هذا مني ثمزيوة هذا مني ثمزيوة ليلى 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 لا 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 اندلت اندلت تنقز دغنوليو هي ويضف كناس عظمني ثمصيوة اندلت اندلت حذرات تموليو هي ويضف كناس عظمني ثمصيوة ولادي مولانيس عيف غندي دريمان ودا غسل ساسيس قمانا يتفكان ولادي مولانيس عيف غندي دريمان ودا غسل ساسيس قمانا يتفكان حد ناس تمصيص تعاش ذك خمام وين يبغى وليس ونسني زمان عاد من تمصيص تعاش ذك خمام وين يبغى وليس ونسني زمان اندلت اندلت تنقز دغنوليو هي ويضف كناس عاد مني تمصيوة اندلت اندلت حذرات تموليو يضف كناس عاد مني تمصيوة ليلى 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 ولادي مولانيس حيفغان دي دريمان ودغاسل ساسيس قوماني يتفكان ولادي مولانيس حيفغان دي دريمان ودغاسل ساسيس قوماني يتفكان عاد من السطمصيسان تعشدق وخمام وين يبغى وليس نتنستي قزمنا عاد من السطمصيسان تعشدق وخمام وين يبغى وليس نتنستي قزمان اندلت اندلت تنقز دغنوليو ايوي يضف كناس عاد مني تمصيوة اندلت اندلت حذرات تموليو ايوي يضف كناس عاد مني تمصيوة. شكرا لك رشيد، ان شاء الله تلقاها رشيد، وشكرا لك محمد نشاف طبعا على هذا يعني قبولكم دعوتنا باستوديو اذاعه الجزائر من الوادي. نشكركم جزيل الشكر رشيد لونيسي وشاعر محمد نشاف، يعطيكم الصحه ان شاء الله يا ربي، نعاودوا نتلاقوا في فرصه اخرى. نتمنى لكم ان شاء الله مشوار موفق ومزيد من الازدهار وتالق ان شاء الله. ولا نقول ان شاء الله دا سي الجهه نتمنى الراديو كيف عزيز تمربح ولا كنت تشغل من الشهوري على المستوى العالمي سنكون يسلم مدن، وخاصة حصة ما أحلى قعدتنا، قريب قلت ما بين الأوتار ما أحلى إن شاء الله قعدتنا. شكرا لك رشيد، وشكرا لكم أنتم مستمعينا الأفاضل على حسن الإصغاء والمتابعة. أعود لألقاكم العدد القادم بحول الله إلى ذلك الحين. أترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قعدتنا سمحة وناس هزينين، تلقى الفن والطرفة وكلامي سر الحاضرين. محلى قعدتنا، محلى قعدتنا. محلى قعدتنا بكم يا مستمعين، بيكم يا مستمعين.